في مشاكل كتير بتحصل في البيوت من غير ما يكون السبب الحقيقي فيها الراجل أو الست. المشاكل دي بتيجي من أطراف تالتة مش عايشين مع الناس دي جوه البيوت، لكن في الحقيقة هم عارفين عنهم كل حاجة. الغريب ان الاطراف التالتة دي هم عمايل اهل البيوت دي نفسها للاسف بسبب كتر الكلام. فتلاقي ربت بنتها على عدم المسؤوليه وعندها وجهه نظر ان بنتها ما ينفعش تاخد قرار مع نفسها. تلاقيها بتنصح بنتها وبتقول لها خلي بالك من جوزك، راقبي مصاريفه، ما تخليهوش يضحك عليكي بكلمتين حلوين، لو سكتي له هيستقوى. وطبعا دي محترمه خايفه على بنتها، لا عايزه تتحكم في حياه غيرها ولا اي حاجه. واكيد كلامها ده ما زرعش جوه بنتها شك بدل الامان، وحول حياتها بدل مشاركه لمعركه مفتوحه. وتيجي اخت مشكلتها مش مع جوز اختها، مشكلتها انها لسه ما لقتش نصيبها، او بيتها مش مستقر، او قلبها حتى محروق من كتر المقارنات اللي بتاكل من جواها. الغيره الصامته دي دايما بتتحول لنصايح سامه، ما تسكتلوش، البيت بيتك زيه، لو مش عاجباه سيبيه. وبتتسبب في هزه كبيره جدا في البيت من غير ما يكون الراجل عمل اي حاجه. وعندك الصحبه مالكه الدعم اللي بتحسسك انك مش محتاجه اي حاجه في الدنيا وانك اهم حد موجود على كوكب الارض. ودي تقريبا بتهتم بيك اكتر من نفسك، وهتلاقيها دايما على ودنك بالصعبانيات والاحضان، وهتصدر لك دايما منطق انك لو اتحطيتي في اي اختيار اختاري دايما نفسك. ودي هتكلمك دايما بمنطق انها بتقويكي، وهي في الحقيقه بتسحبك من جوزك واحده واحده. نفترض ان انت ست شاطره بتسمعيش كلام حد، بس عندك صديقك الصدوق الموبايل والسوشيال ميديا، ودي اكتر اماكن مسمومه هتكلمك دايما بلغه اسمها الاستحقاق. استقل عشان تبقى قويه، انفصلي لو حسيتي بالملل، الاهتمام ما بيطلبش، ولو ما كانش مثالي سيبك منه. والحقيقه ان كلها نصايح بتغذي منطق الانانيه وبتنسف فكره البيت من اساسه. الاخوه بقى الرجاله تفتكروا ان في بيوت بتبوظ عشان في راجل شكله ذكر وبشنبات، بس في الحقيقه هو ابن امه. هتلاقي سر دايما عند امه ما يعرفش ياخد قرار ابدا من غير ما يرجع لها. ده بس بيكون عنده مشكله صغيره، الناس الطبيعيه بتتفتم عند سنتين وهو مكمل شويه عند 20 30 40 50 سنه مش فارقه معاه، هي بس البزازه مش عارفه تسيبه. وده طبعا عنده منطق ماما حبيبتي لازم تعرف عني كل حاجه، انا عايش في خير اهلي، ربنا يخلي ماما. والراجل اللي عنده هرمونات وبيتريق على الستات وهو اساسا كل يوم في حال، وهتلاقي دايما عنده حجه ومطلع كل اثار بيته بره. الخلاصه ان في بيوت كتير بتتخرب مش عشان الراجل والست وحشين، هو كل ما يخش طرف ثالث بيطلع شويه ثقه بره الباب. في اصوات بتتسمع حوالين العلاقه اللي ما بين الراجل والست اعلى من صوت علاقتهم ببعض اساسا، واللي للاسف حد منهم سمح بيها او هما الاثنين. على فكره مش كل واعيه انها بتدمر حياه بنتها، ولا عمر كل اخت او اخ لازم يكونوا فاهمين وبينصحوا مظبوط. وفي اصحاب فعلا كويسين، بس في اصحاب تانيين مش صافيين وبيعرفوا ازاي يزرعوا افكار. العلاقه الشخصيه سموها شخصيه، هي مش مكان مفتوح لكل الناس. والعلاقه لما بين الراجل ومراته المفروض انها باب مقفول، لو دخل فيها طرف ثالث حتى لو بنيه الحمايه والنصيحه بتتحول لساحه حرب مفتوحه. الست اللي بتسمع لكل الناس قبل جوزها هتسمع في يوم صوت الندم، والراجل اللي بيخلي امه واخته يتدخلوا في بيته هيلاقي نفسه في يوم من الايام عايش جوه بيتهم هم، وبرضه في الاخر هيسيبوه. البيت مش حرب، البيت عباره عن مساحه امان، ولو في اطراف تانية هي اللي بتتحكم فيه يبقى انت سلمته ليهم. فكروا فيها، الحياه دي احنا بنعيشها مره واحده، ما تخلوش حد يوجهها زي ما هو عايز. دي تجربتكم، من حقكم تستمتعوا بيها. اعملوا شير عشان المحتوى المحترم يوصل لكل الناس. انا هيثم المعداوي، وان شاء الله هكون واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المره الجايه، مع السلامه.